السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وخير. تعالوا نعمل مع بعض 3 مشروبات شتوية جميلة جدا، الأطفال بتحبها جدا وبتدفي في الشتاء جدا. هنعمل مع بعض السحلب الراعي الرسمي طبعا في الشتاء، ما نقدرش نستغنى عنه طول الشتاء. وهنعمل مع بعض النسكويك اللي الأطفال بتحبه وتموت فيه. وهنعمل مع بعض مشروب الكاستر، وده مشروب طعمه لذيذ جدا. تعالوا بينا نشوف. ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة كده جبت كوباية من السكر البودر، عليهم كوباية من دقيق الرز، ممكن تجيبي رز وتطحنيه عندك أو تشتريه من عند العطار عادي. عليهم كوباية من اللبن البودر، وعليهم كوباية من النشا، وعليهم حوالي 4 معالق كبار كده من الكريم شانتيه، وده اللي هيديني طعم حلو جدا للسحلب بتاعنا. وهحط عليه كده شوية من المكسرات كده، سمسم محمص وسوداني، وشوية كده من الزبيب، وهخلطهم كده مع بعض بالشكل ده كده. نخلط كل المكونات دي مع بعض كده، هيديني طعم جميل جدا، احلى بكتير من اللي انتي بتشتريه من بره وهتكوني عاملاه بايديكي. ودي الرز والكريم شانتيه واللبن البودر بيديه طعم حلو قوي. واحط عليهم كمان معلقه من جوز الهند برضو، وهجيب كده برطمان، اي برطمان عندك كده، وهنعبي فيه كل المكونات دي، وهتحفظيه عندك. كل ما تحبي تعملي سحلب هتحطي معلقتين من بودرة السحلب على كوباية من اللبن. هجيب كده اهو كوبايتين من اللبن اهو، هحط عليهم حوالي لكل كوباية معلقة كبيرة اهو من بودرة السحلب اللي احنا عملناها دي مع بعض. وهقلب كده كويس جدا على البارد الاول، وبعدين هحطها على النار اهو. تأكد كل الحاجات كده انها دابت كويس في اللبن، علشان اما اجي ارفعها على النار ما تكتلش معايا. وبعد ما غليتها اهو، شايفين القوام، طعمه لذيذ جدا اهو. احط عليهم كده زينهم كده بشوية من السوداني كده مجروش اهو من فوق الوش كده. القوام تقيل وطعمه لذيذ جدا. تعالوا بينا نعمل تاني مشروب معانا. هجيب كده كوباية من اللبن البودر، عليهم كده 4 معالق من الكاكاو المحلى اللي بنشربه عادي. هحط عليهم كده كوباية من السكر البودر، عليهم كده معلقتين كبار من النشا علشان بس يربط معايا كده لما اغليه على النار. هحط عليهم 4 معالق كبار من الكريم شانتيه، يدي طعم حلو قوي. ونقلب كل المكونات دي كده مع بعض اهو كده. هنفضل نقلب فيهم كده علشان اتأكد كده ان مفيش اي حاجة كده يعني مخرزة كده في المشروب بتاعي بالشكل ده كده، لحد لما يمتزجوا كلهم كده مع بعض ويكونوا لون واحد. طبعا الاطفال بتموت في النسكويك، بتحبه جدا وتحب دايما بتشتريه من بره. وهنقلبه كويس كده. وهقولك على تركاية حلوة بتزود الطعم وتخليه جميل جدا زي اللي بنشتريه بالظبط واحلى كمان. هحط كده شوية من الشوكولات شيبس، بتديه طعم حلو قوي قوي. ونقلبهم كده مع بعض. وبكده بودرة النسكويك بقت جاهزة كده معانا. هنعمله مع بعض دلوقتي. حط شوية كمان من الشوكولاتة كده، هنعمله مع بعض دلوقتي. هجيب كده كوباية من اللبن، هحط عليهم معلقتين كبار من النسكويك، بودرة النسكويك اللي احنا عملناها
الشوكولاتة طبعا هتخلي طعمه حلو قوي. ونقلب كده، نقلب كده الاول برضو على البارد لحد لما اتأكد يدوب كده معايا تماما، واتأكد ان مفيش اي حاجة مخرزة جوه المشروب بتاعي كده اهو. نقلب كويس، وبعدين حطيته على النار وغليته. ودلوقتي هنصب معانا تاني مشروب حلو قوي ولذيذ جدا. هجيب كده 4 معالق من اللبن البودر، عليهم معلقتين من النشا، معلقتين كبار من الكريم شانتيه اهو. هحط عليهم 4 معالق كبار من بودرة الكاستر اهو كده. وهحط عليهم كوباية، حوالي كوباية من السكر البودر. وهنقلب كل الكلام ده برضو كده مع بعض اهو كده. يبقى احنا عملنا كده 3 مشروبات طعمهم حلو قوي، والاطفال بتحبهم قوي في الشتاء، بيدفوا جدا. ودلوقتي هنبتدي نعمل تالت مشروب معانا، وهو مشروب الكاستر. ده مشروب لذيذ جدا وطعمه حلو قوي. هحط كده كوباية برضو من اللبن، عليها معلقة ومعلقتين حسب الرغبة من بودرة الكاستر اللي احنا عملناها، وهقلبهم كده. وبرضو غليتهم. وكان تالت مشروب معانا نعمله اهو. طعمهم حلو قوي، مش مضطرة خالص انك تشتريه من بره اهو. عملنا بودرة السحلب زي ما انت شايفة كده، عملنا النسكويك اللي الاطفال بتحبه، وعملنا المشروب الكاستر اللذيذ طعمه حلو قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.